متأكد كان بطل العرب في رياضة كمال الأجسام، في الرياضة ديال كمال الأجسام. مغربي هاد الدري هذا شاب رياضي بطل العرب في هاد الرياضة اللي قلت لكم ديال كمال الأجسام. وخصك تشوفوا تصوروا كيفاش كان هاد الولد هذا، وتشوفوا كي ديك الوقفة ديالو وديك ديك القلدة ديالو، وخدام مسكين على عائلته، وكان عند وقت 50% للرياضة و50% تيسوق واحد كاميو كبير، كاميو تسميهم الرموك حنا رومورك، كاميو كبير تيسوق. نفخت ليه واحد الرجل عنده، نفخات ومشى تيشوف شنو واقع، لقى عنده كونسير في الرجل ديالو. بدا تيدير الشيميو، بدا تيداوي من هنا لهنا. الشيء اللي وقع لهاد الولد هذا، هاد يوسف، جبدتو في هاد الحلقة هادي لأنه بطل العرب في كمال الأجسام. ما خصوش هاد الدري يتنسى، حيت هو مسكين تنسى. هو راني ما شفتو، يمكن لكم تسولوا، ما اتصلت به، ما هضرت معاه، ولكن وصل لي الخبر ديالو وتأكدت من داكشي اللي قالوا لي الناس، تأكدت منه، والناس كنت في الدار البيضاء تيعاودوا عليه الناس. أنا هنا تنقول هذا بطل ديالنا، بطل العرب، ماشي غير بطل المغرب، بطل العرب كاملين. خصنا ما نساوش شيء، خصنا نتفكروه كما غنتفكروه حتى أنا. وني نقول لكم اتصلوا به، ساعدوه، راه بطل ديالنا ما خصوش يضيع. حتى واحد من الأبطال ديالنا في المغرب ما خصو يضيع، والله شافيه. ونبداو الحلقة ديالنا. الحلقة ديالنا اليوم تتهضر على واحد العلاقة وواحد الصداقة ما بين جوج عيالات، علاقة غريبة. ولكن اللي بغيت نقول لكم، أنا ديما تنقول لكم بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري. ولكن لما تنخرج الشارع وتنتلاقى بالناس غاديين مع وليداتهم، سيتو العيالات غاديين مع وليداتهم، تنسلم على، تيطلبوا مني، تيسلموا عليا او تيتصوروا معايا، وانا شخص عمومي ماشي ديال راسي، وليد ديال الناس، تيسلموا عليا. لما تيسلموا عليا تيكون مع الدراري صغار، تنقول ليه تقرا مزيان واش نجحتي، تتقول لي امو هذا راه متبعك، تتبع الحلقات ديالك. تنقول يا ودي راه تنقول لكم بعدوا الدراري الصغار، بعدوا الدراري الصغار. عليا وليت ندير احتياط لما تنقول الحلقات ديالي، باش في بعض الحالات ما يفهمونيش الدراري الصغار، وانتم اللي سولوكم شرحوا لهم كما بغيتوا نتوما، انا ما يفهمونيش. شي حاجه اللي هي تتمس ولا شي حاجه اللي هي شويه ما خصناش نقولوها لهم، ما خصهمش يسمعوها. تعرف كيفاش ندوز انا وكيفاش نطرب عليها، كما تنقولوا كيفاش نبعد منها. انتم تفهموها هما ما يفهموها شيء. الشيء اللي عندي اليوم في هذه الحلقه هذه، هنا واحد الوقت غادي نهضر لكم على العلاقه ديال هاد جوج عائلات بالرمز، بالرموز، وانتم تفهموا. النبيه بالاشاره. جوج عائلات معروفين، وحده امراه كبيره في العمر، امراه كان الجسد عندها غليظ بزاف، قويه، رجاليه كما تيقولوا، امراه رجاليه. وواحد البنت كانت تعرفها، كانت عندها علاقه بها، كانت جارتها قبل ما تحول ديك البنت، كانت جارتها، كانوا مجاورين وتحولت ديك البنت، ولكن بقات بيناتهم العلاقه، بقات تجي عندها تجي عندها تجي عندها ديما ديما ديما. هذيك البنت ولفات هذيك السيده وديما تجي عندها. وهذيك السيده شنو كانت العمل ديالها؟ كانت نقاشه ديال الحنه، وتمشي مع النقافات وخدامه. تعرفوا ديك العيالات تيكون نقاشات يمشيو مع النقافات وكذا وكذا. وديك البنت كانت لاصقه فيها وكانت صاحبتها، وكانت تثبت عندها بعض المرات، بعض المرات تبان في دارها. هذيك البنت تزوجات وبعدت منها، ولكن واحد الوقت مات ليها الراجل ديالها، ولدات بنيه ومات ليها راجلها. مات الراجل وخلى لها الخير ديال الله، خلى لها الدار فين ساكنه، خلى لها الفلوس، خلى لها واحد المعاش مزيان، خلى عندها راجل كان ثري الا بغينا نقولوا لا باس عليه، ثري ولا باس عليه. حنا نوقفوا القصه هنايا وندخلوا في الشوط الثاني ديال القصه. واحد النهار واحد عساس في الليل، عساس في الكيران، تيقول واحد الكار، واحد الصندوق، جابوا واحد الحمال مع واحد المراه وحطوه هنا بلاصه الكيران. قالوا داك العساس كان واقف تما،
قال لها ودي راه غنتسنى واحد الكار غيجي دابا وغادي يديها، نمشي معاه في هذيك المرة قالت لي غنمشي غندي الصندوق غنسافر. كان الحال في الليل، السيد حط الصندوق تما، صندوق كبير حطوه، وبقات ديك المرأة واقفة حداه. خلصات هذاك الحمال اللي جا دا مشى في حالته، بقات تهضر شوية مع العساس، تهضر هضره. العساس تيمشي تيدور في المحطة، تيمشي هنا وهنا. واحد الوقت العساس تيلاحظ بأن الصندوق بقى في عين المكان والمرأة ما كايناش. قال ربما مشات هنا ولا هنا، ولا مشات شي بلاصة قريبة ولا كذا، ولكن المرأة ديسباريو، ما عرفاش فين مشات. السيد مشى الليل وبدا الليل وجا الليل، والسيد تيأس تما لأنه هو تيجي مع المغرب تيبقى حتى الصباح. تيدوزو البوليس تيقول ما ودي واحد السيدة خلات واحد الصندوق هنا تتسنى واحد الكار ما رجعش ليه. حسب التصريح ديالو في المحضر ديالو هو تيقول بأنه جاو البوليس الأولين دازو الناس إلى الحضاري، قال واحد الصندوق خلات واحد المرأة، قال لي ربما مشات شي بلاصة، شوف إلا ما رجعتش تمام تأكدتي منه عيط علينا. دازو الكبوس مرة أخرى، قال لهم قالوا واش باقي ما جاتش هادي، قالت لي باقا ما جاتش شي، باقا ما جاتش. الصباح داك السيد بقى واحد مع الصندوق، عيط للبوليس من جديد، قال لي ما ودي اش كاين داك السيد ما جاتش، والصندوق انا لقيت واحد فيه هنا، يلاه يرحمك ما نديروا شي حل. جاو البوليس عين المكان، شافوا داك الصندوق تلقاو بانه ثقيل، صندوق ثقيل. هنا عيطوا الشرطه القضائيه باش يشوفوا هذا الصندوق شنو فيه لداخل. الشرطه القضائيه تلقاو فيه مرأة بنت ومعها بنيه صغيره وبجوج مقتولين، وحتى الرؤوس ديالهم فارقين مع الجسد، الراس فوق على الجسد. بداو العساس تيسولوه كي داير هاد المرأة، كي داير هاد الحمال، كي داير هذا، تيسولو فيه. الحمال تيقول اسيدي واحد المرأة غليظة محنة يديها هاكي دايره وكي تعرفها شي. الحمال انا ما رديتش البال، جا هنايا جايب عنده واحد الموتور، الصندوق هنايا وزادوا في حالهم، المدينة راه كبيرة، انا ما عرفتش شكون هو. هنا مسكين الحمال، هنا مسكين العساس، لابد ما تيبقى تحت مساءلة، شكون عاود تقول خبر، عاود تأكد، عاود تعرفوا ذاك البحث كيفاش تيكون. ولكن لما مشاو شافوا، دخلت الشرطة العلمية اللي كانت ديك الساعة تشخيص قضائي، تيشوفوا البصمات تلقاو عرفوا مولاتهم، عرفوا ديك البنت، عرفوها يمكن لاكارت ناسيونال ديالها، عرفوها وعرفوا السكن ديالها. مشاو السكن ديالها تلقاو السكن ديالها مسدود. الجيران عاتوا مع عائلتها فين ساكنين، مشاو عند عائلتها، جات العائله قالوا لهم ودي هادي بنتنا وهادي بنتها، وراهم جثه، وحنا الله اعلم ما عرفناش شكون اللي قتلها، ولكن بنتها تعيش مع بنتها بوحدها وعندها واحد خدامه عايشه معها، ولكن شكون اللي دار لها هادشي الله اعلم، حنا ما تعرفوش. ما عندها عداوه، ما مخاصمه، ما تيسالوها فلوس، ما تتسال فلوس، مراب ديالها لاباس عليها ما خاصها حتى خير، تنجيو نشوفوها ونطلعوا عليها ونمشيو. وريو لها الخدامه، مشاو جابوا الخدامه ديالهم، مشاو جابوا الخدامه. هذيك الخدامه قالت لهم ودي هي ما عندها فين تمشي وما تخرج حتى شي بلاصه. لما قبل ما يموت راجلها كانت تخرج مع راجلها وتجي مع رجلها عند عائلتها، عندها واحد صاحبتها نقافه، نقاشه اللي كنت قلت لكم في الاول، نقاشه صاحبتها هي اللي عندها. وقالت لهم ودي السيده البارح راه قالت لي كملي الشغل ديال الدار وسدي وسيري، وانا غنمشي عند صاحبتي نقاشه، ومشات عندها. السيده ديك الخدامه تقول انا ديما تمشي عند واحد النقاشه، ومشات عند النقاشه اللي تتنقش الحنه، ولكن انا ما عرفاش النقاشه، انا عمري ما تصاطحت مع النقاشه وعرفتها في وجهها وداك الشيء، وانا عاد خدمت عندهم، عاد وليت خدامه، ولكن ما عرفاش شكون هاد النقاشه هادي. اذا السيده تقول بانها مشات عند النقاشه، خصنا نعرفوا شكون هي هاد النقاشه اللي مشات عندها، نقلبوا شكون هاد صاحبتها. نرجعوا للعائله ديال البنت. العائله ديال البنت تقول هي كانت واحد النقاشه جارتها كانت ساكنه حداها، وتحولت من حداها لما تزوجات، ولكن بقات علاقه بها. مشاو عند ديك النقاشه، مشاو عندها، دخلوا عندها، تعرفوا النقاشات برد الحنه تيجوا عند العيالات وداك الشيء وهذا سولوها، تيقولوا لها السيده جات عندك البارح،
قالت لهم ما جاتش عندي البارح. قالوا ديما تجي عندك. قالت لهم ما بقاش تجي عندي، من نهار تزوجت ما بقاش تجي عندي. كيفاش؟ تماما. قال تماما ما بقاش تجي عندي. هنا ولات مواجهه مع العائله ديال الضحيه. العائله ديال الضحيه تقول لك لا تمشي عندها، ديما جالسه معاها، ديما جالسه معاها، وديما هادي وديما هادي وديما هادي. هي تقول لا انا من تزوجت ما جاتش عندي. هنا دازو الناس للجيران، بقاو تيسولوا الجيران اللي حداها، لقاو جارات تيقولوا لا تدوز عندها، ديما تنشوفها داخله خارجه عندها، كانت عندها غير هاد الايام. ولا علاش كذبات؟ هذاك الكذوب ديالها جعل باش تقلب الدار، يتقلبوا الدار كامله. ربما هاد السيده دات لها شي فلوس ديالها او داب ديالها او شي حاجه داتها عليها او شي، بقاو تيقلبوا الدار. لما بداو تيقلبوا الدار ما يلقاو في واحد البيت واحد الزريبيه عليها اثار ديال الدم، وواحد الزربيه كبيره مصبنه ومحطوطه في واحد القنت، وشي حوايج كبار مصبنين، الغطاوات ديال السدادر وداك الشيء مصبنين. قال لها واش هادشي عندك شي خدامه تتصبن لك؟ قالت لهم لا، صبنتو غير راسي، هادشي توسخ وصبنتو. بقاو تيقلبوا تيشوفوا اثار باقي ديال الدم، رغم ان السيده نظفات داك المحل نظفاتو، ولكن لقاو اثار ديال الدم. ما لقات السيده كيفاش تجاوب. بقاو تيقلبوا في الحلي ديالها وفي الذهب ديالها، لقاو عندها شي حيلي وشي ذهب. عرضوا على العائله ديال الضحيه، قال لهم شوفوا لي يكون شي ذهب هادو ديال بنتكم، تعرفوا على واحد الدبليج وعلى واحد الخاتم وواحد الساعه، تيقولوا هذه ديال بنتنا، هذه ديال بنتنا. في الاول قالت لهم لا ديالي، وفي الاخر قالت لهم لا خلاتهم عندي. فوقاش خلاتهم عندك؟ من جات عندي. فوقاش جات عندك البارح ولا البارح؟ علاش نكرتي؟ علاش نكرتي؟ علاش نكرتي؟ هنا السيده عمقوا معها البحث، عمقوها البحث وهي تعترف بان هي اللي قتلتها. ولكن علاش قتلتها؟ هاد السيده تزوجات، وتزوجت راجل غني، وتزوجت راجل عنده فلوس، وهي كانت مصاحبه مع هاد السيده، مصاحبه معها حتى قبل ما تتزوج، كانت جارتها وتصاحبت معها، بقات مصاحبه معها وهي مزوجه، وبقات مصاحبه معها لما مات راجلها وترملات. وعلاش قتلت السيده؟ ما مشاتش هي الفيلا ديالها بسرقت لها الذهب ولا شي حاجه. واش هي قتلتها غير داك الدبيليج وداك الخويتم وداك الماكينه ديالها؟ لا، ما كما تنقولوا اتاكوها بحجاج دامغه، وما لقات كي دير، ما لقات الا تعترف. شنو قالت في الاعتراف ديالها هاد السيده؟ علاش قتلت؟ قالت لهم كانت صاحبتي من نهار من صغرها وانا مصاحبه معها، من صغرها وانا مصاحبه معها، والصحبه ديالها هي اللي ما خلاتنيش انا نتزوج، ما خلاتنيش نتزوج. كيفاش ما خلاتكش تتزوجي؟ والو، انا كنت دايره فيها كل شيء، كنت دايره فيها خويا وعمي وصاحبتي وراجلي وكل شيء دايره فيها فهاد السيده هادي. ايوا، والمهم انا لما تزوجات انا بقى فيه الحال، مشات عليا وبقيت شاده فيها، ديما تنقولها تجي عندي تجي عندي، تنقول لها راه بلا بك ما نقدرش نعيش، خصك تجي عندي خصك تجي عندي. وتتقول لما طلقت، لما ترملات وماتت، مات راجلها، رجعنا الصدقه اللي كانت بيناتنا يوم خصها تطلع عليا، الا غابت نهار ما تغيبش النهار الاخر. حتى علاش هاد الصدقه بيناتكم حتى لهاد الحد؟ قالت لهم حنا هكا دايرين، انا وياها راه ما فرقنا غير الموت. وعلاش قتلتيها؟ انا قتلتها لانه سمعتها بغات تتزوج، عاوتاني بغات تتزوج، سمعتها بغات تتزوج، وقلت لها داك السيد غيدير لك غير فلوسك وغادي يعريك ويديك فلوس اللي خلى المرحوم راجلك وكذا. ونهيتها وهضرت معاها وحدرتها، قلت لها عندها كي ديريها، ودارتها وقالت لي شوف انا غنتزوج ما تقول لي والو. والسيد جابتو حتى لعندي وسلم علينا ومشى، وقالت لك غيديروا الكاغيط وداك الشيء. عاوتاني بغاتني تخليني بوحدي وانا نقتلها. شنو العلاقه اللي ما بين هاد السيده هادي اللي جات تقتلها؟ واش مرات صاحبت مع مراه قالت لها بغيت نتزوج؟ قالت لها لا. مرات صاحبت مع مراه قالت لهم انا فيها امي وفيها با وما نبقاش نتفارق معاها. وما غتفرق هي من غتتزوج راه غتبقى صاحبتك كما كانت قبل، من كانت مزوجه وكانت تجي عندك. لا، قالت لي ما يبقاوش هنا في هذه المدينه، ما غتبقاش هنايا في هذه المدينه. صافي وانا قتلتها. علاقه بين جوج هاد العيالات هادو. وهنا غنرجع نقول لكم انا ما تنبغيش الدراري يتفرجوا كما جميع المؤثرين او عندهم قنوات اللي الناس يعرفوا شويه تيفهموا، تيقولوا الدراري خليهم جانبا، الدراري خليهم جانبا ما تفرجوهم شيء. ولكن هاد القصه هادي غيفهموها الاطفال
صاحبتها وعزيزة عليها وغتزوج، بغات تبعد منها وغتمشي لمدينة أخرى وما سخاتش بها وقتلاتها. غيجي غريب هاد الهضرة هادي، ولكن نتوما غتفهموا العلاقة اللي كانت بيناتهم كانت علاقة عميقة وكانت علاقة خبيثة. وتيقول السي بن حسون الشريف عميد الشرطة تيقول في إعادة تمثيل الجريمة حسب ما وصلني من ابنه هو المسطرة، تيقول بحثوا معاه قالوا لها في إعادة تمثيل الجريمة كيفاش درتي لها، كيفاش درتي لها حتى قتلتيها. تتقول بأن عيطات عليها، عيطات عليها قالت لها شوفي دابا انت غتمشي وغتزوجي وغديري وغتمشي مع الرجال وكذا وكذا وهذا وهذا، ولكن انا بغيتك لواحد القضيه مهمه غادا تجي عندي، ولكن شوفي ما تقول لحد راكي غتجي عندي، جي عندي بوحدك، لا الدار لا كذا لا كذا، سلتي وجي عندي راني باغياك. ديك السيده داكشي اللي دارت تتعترف التلفات ديالها تقول جات عندها، قالت لها خبرتي شحال؟ قالت لها لا، قالت لها انا بغيت ندير لك واحد النقص اللي غتمشي به عند راجلك ما درتو حتى شي وحده، حتى شي وحده بدات لها هذا النقص، غنصاوبوا لك نقص فيه الرباطي وفيه الفاسي وفيه الخارجي وغنقادو لك الحق وطريقو، وانا اليوم هذا النهار خليته لك مستعد لك، انا وجدت الحنه، انا وجدت كذا، انا وجدت كذا، اعطيني يدك ورجليك. حيدت السيده تيقول جلابتها وبنيتها الصغيره جالسه حداها، تتمشي للكوزينه وترجع، تتقول مشات المره الاولى ورجعت، مشات المره الثانيه ورجعت، وخدامه ودايره المسجله، خدامه الصوت ديال المسجله باش يكتم الصوت، عارفه بان غيوقع شي صياح ولا شي حاجه. وواحد الوقت غفلتها بواحد الشاقور وهي تضربها راسها من اللور، ضربتها راسها. هاد ضربه الشاقور هي اللي لقى الطبيب الشرعي تيقول بان المعنيه بالامر مقتوله وعندها ضربه قاتله في الراس، ضربتها من اللور بالشاقور، ولكن ما وقفاش غنتحدوا هي صحيحه، ضربت المراه وضربت البنت الصغيره، البنت الصغيره جالسه ملاهيه في اللعب تلعب هي بالحنه، ضربت المراه وضربت هذا، هما تغماو بجوج طاحوا وكملت عليهم تتاكدت منهم وبدات باش تهنى منهم تماما، وما تقولش بان غير دوخاتهم الضربه، بقات تضربهم على العناق ديالهم وقطعت لهم ريوسهم. ومشات خلاتهم تما ومشات عند واحد السيد تيبيع صنادق، وتتعرفوا دوك الصنادق اللي كانوا بكري راه ما كانوش الماريوات عند الناس اللي بكري العقاد اللي تيعرفوا، كانش الماريو واقف في الدولاب واقف هكا، كانوا عندهم غير صنادق. انا في صغري تنعقل كان عندنا صندوق في الدار، كانوا فيهم ذاك الزواق البلدي، داك الزواق البلدي تزوقت هي اللي كانت فيهم، وكانت تتحرك من الفوق، وكانوا والدينا تيستفوا فيه حويجات ديالنا كاملين ديالهم وديالنا، وكاين صندوق اخر ديال الوالد تيستفوا فيه. ما كانش الماريو، من بعد شفنا الماريو بدا يدخل الماريو بالمغرب وداك الشيء وهذا كان الماريو تقريبا كان عند النصارى، كان الماريو عند دوك الناس لاباس عليهم، ولكن العاديين والشعب الناس ديال الشعب كان عندهم دوك الصنادق بكري كانوا تيديروهم. هي مشات وكان دوك المصناد، كان واحد المصناد تيقول السي محسون في المسطره ديالو الله يرحمه، تيقول كان واحد المصناد معروف تما في براكش وتيبيع بزاف اللي كانوا تيبيعوهم باقي تيبيعوهم حتى دابا، تيديروا دابا الزينه والديكور وكذا وكذا. تيقول مشات عند داك الراجل تيبيع صنادق وخدات اكبر صندوق اللي لقات عنده وداه واحد الحمال، وتيقول بانه الحمال داه لها الدار، وتيقول باش يتاكد السي بن حسون تيتاكد مشى تيقلب حتى لقاو الصندوق اللي تيبيع صنادق، الصنادق اكد لهم تيقول اي جات واحد المراه هنا وهذيك ما تعرفها نقاشه وجات داتو هي واحد الحمال فلان، وهذاك الحمال عندنا هنا في السوق، وعيطوا لذاك الحمال وجا الحمال وقال زدت لها الصندوق تديتو لها للدار، ولكن الحمال الثاني ما عرفاتوش وما لقاوش، قال لك داك اللي هز من الدار هز المحطه ما عرفاتوش شكون، ما قالتش قالت لك ما عرفتوش، انا تلاقيت بك تجي تهز لي شي سلعه غنديها. واش هو ساق الخبر في المدينه وغبر؟ يعلم الله، هو اللي بقى خارج من المسطره، ولكن الحمل الاول اللي الصندوق دار الدار لقاو بهاد الحجاج باش قداو عليها بانك الصندوق ديالك ها الحمل اللي جابوا لك، ها من عند من شريتيه، ها فين ديتي حطيتيه، لان حتى العساس اللي في المحطه قال لهم هي هذه اللي عرضوها عليه، هي اللي جابت الصندوق ومشات. وهنا فين صالحتهم وقالت لهم القضيه واقفه، ما سرقت لها ما ديت لها غير داك الشيء اللي كان في يديها
حطيته ما تيهمنيش، انا عندي الذهب بزاف ها هو وتنخدم به وتندير به، ولكن الصداقه اللي بيني وبينها ما نقدرش نفرقها وما نقدرش نفرق معها. وتاكد لي بان زواجها من غتمشي غتزوج ما غتمدينه اخرى ما غترجعش ليا. شوف هذوك العلاقات فين تيوصلوا. نتمنى منا تكونوا فهمتوني. دوك العلاقات ما بين جوج ديال العيالات كما قلت لكم تيكونوا علاقات ما بين جوج رجال بهذه الطريقه هذه. فين ادى بها الحال وكتمشي قلبها شي صديقه اخرى وتصاحب معها وتصادق معها براسهم، ولكن هذيك مرحمه البنيه الصغيره اللي كانت معها حيدتهم بجوج. خط عوجه وصلتها الاعدام ودوروها في المدينه كما تيقول السي حسون في ذاك الوقت، دوروها في مراكش باش يشوفوها الناس. بكري كانوا من تيبغيو يديو واحد يديروا به اعاده تمثيل الجريمه، كانوا تيدوروه تيشوفوه الناس بزاف في المدينه. حتى دابا راه كانت اعاده تمثيل الجريمه كاينه دابا، وحتى هذيك راه نوع من الشوهه، نوع ديال التشويه، ونوع باش يعطيو درس لواحد اخر لما تيجيبوه بيقولوا ولي كي درتي واخا هي الان في القانون غير قانونيه ديك اعاده تمثيل الجريمه. وهذه الكلمه غادا تنوجه لضباط الشرطه القضائيه ديال الدرك والبوليس بان اعاده تمثيل الجريمه باش تمشي مع اعاده تمثيل الجريمه راه غير قانونيه، ولكن تدار هي خصها دار بواحد النقاط اللي باش قاضي التحقيق وكل ما يكون على قناعه. بحال يقول لك يلاه وريوني بالضبط فين كيفاش دار، وريوني تيبغي هو يكون متفق يوريو. اما دابا تنلاحظوا بان بعض المرات تيديروا الاخوان، ولكن هي تجي تشوف مزيانه بواحد الناحيه. الناس تيشوفوا ذاك المجرم تيتشوه بواحد الناحيه، الناس تياخذوا عبار تياخذوا دروس، الشباب تيشوفوا ديك الشويه مكتفين وغاديين بيتهم ما تياخذوا دروس راه نافعه. وشوفوها في مراكش وداروا بها ومشات وتحكمت بمؤبد ذاك الوقت. شي تيقول تحكمت مؤبد، شي تيقول تحكمت بالاعدام، حسب ما تندير التليفون بعد الاخوان تيقول لا تحكمت بالاعدام مؤبد ذاك الوقت. الله يرحم السي بن حسون الشريف اللي هو صاحب هذه المسطره واللي بحث فيها واللي وصل ليها، اللي كان عميد الشرطه في السلطه القضائيه في مراكش تعرفوه الناس القدام، وكان الله يرحمه راجل من دوك الشرطيين دوك لي بيجيست اللي كانوا في مراكش في ذاك الوقت في وقت الجريمه هذه. هو اللي وقف عليها، هو اللي وقف على الجريمه، هو اللي وصل حتى للجانيه، وخلى هذه القصه مسطرتها لولدو اللي صديق ديالي، واللي عاودها لي ولدو كما خلاها ليه باه. وهنا تنقول كاين بعض الناس، كاين بعض الشرطيين من الولد ديالهم تيخليو ولادهم، والواحد يكون بوليسي ولا جدارمي ولا قاضي ولا كذا خصو واحد النهار يدير ما يعاود لولادو، يدير ديك العمل اللي دار زوين ويعاود لولادو، يعاود قصته لولادو كيفاش دار، تيكبر في عينين ولادو، تيخليهم موروث كما خلى سي ادريس تبع الولد ديالو اللي هو انا صديق ديالي واللي كنت معاه غير البارح، وخلى لي واحد الولد كبير على القصص ديالو واش دار في حياته اللي كنت نشرت منهم واحد العدد، وان شاء الله يجيب الله يطول العمر نعاودوا ننشرهم. الله يرحم هاد الناس بجوج. نتمنى من الله هذه الرساله توصل لكم، هذه الحلقه تعجبكم، ولكن غنقول لكم واحد القضيه دابا، واحد القضيه جميله بزاف. تعرفوا بانه الملحون الان طلب الملحون راه دخل في اليونسكو ولا معترف به باليونسكو، هذه واحد شهرين 3 شهور. والناس الملحون الحمد لله باقيين عندنا في المغرب، غير خصنا حنا مثلا عاوتاني ندوروا جنازير الملحون ونشوفوا شويه الملحون، نهضروا شويه على الملحون ونهضروا على الطلب الاندلسي. هنا تلقى ما كانش شي قناه اللي انا قلتها حتى السي رشيد الحكيم، انا نقول لكم شكون هو السي رشيد الحكيم، تلاقوا دوك شي قنوات، قناه ديال الملحون وقناه ديال الاندلسي تهضر على الملحون وتاريخ الملحون، ومره يدوزوا فيها طرب الملحون واغاني الملحون، يدوزوا يعرفوا مع الشرفه الملحون وكذا. انا تنطلب من الله شي واحد يتقدم بهذه المبادره هذه ونشر هذا التراث، هذا الكنز اللي عندنا في المغرب اللي هو الملحون. بكري كنا تنسمعوا في الاذاعه بزاف، سيرتو مع 4 5 تنسمعوا في الراديو ولا عقلتو، ما بقيناش تنسمعوا هذا الشيء بزاف في الراديو، لسوء الحظ ما بقيناش تنسمعوا. الاذاعه الوطنيه حتى هي شويه مكحزه لهذا الجهه للاسف. هذا السي رشيد الحكيم هو واحد الشاعر كبير، واحد الاستاذ، هو استاذ في التعليم وشاعر كبير ديال الملحون، شاعر من الكبار ديال الملحون. هو اللي حضر في المؤتمر اللي كان في افريقيا اللي فيه تم تصنيف الملحون بانه تراث عالمي وبانه تابع لليونسكو، وعنده الشعر بزاف وهو تيغني. هذا رشيد الحكيم انه هنا في مدينه مكناس، واتصل بي هذا الشريف هذا، وزنا في واحد النهار كان واحد تدشين واحد الفرقه ديال الملحون غتكون في مدينه قنيطره، واللي انا
مشيت وحضرت وقلت لهم انا معكم، لانه انا ماشي مطرب ولا شي مغني، ولكن عجبني الملحون وبغيت نكون مع ديك الفرقه ديال الملحون. السي رشيد الحكيم لما جا من مكناس وعرفني بانني غنكون حاضر، ان قالوا لي الناس اللي غيحضروا، حضر قال لي يا سي خراز انت راك عطيتي شي حاجه مزيانه الحمد لله في بلادنا، وفتحتي واحد الباب للمغاربه، وعطيتي شي حاجه جديده عند المغاربه السي خراز، وعجبتنا وعندك واحد الجمهور كبير وانا من الجمهور ديالك، وانا اضطريت درت معك، درت لك واحد الحلقه نظمت واحد الشعر ديال الملحون ليك السي الخراز، لان كما قال لي راه عندنا في الملحون قصيده الحراز وانا غندير قصيده الخراز وغنجيبها لك. وجابها لي السي رشيد الحكيم اللي تنحييه من هذا المنبر هذا. وهاد القصيده هذه غادي نكتبها لكم لتحت وغتشوفوها وغتشوفوا الكلمات ديالها والقياس ديالها، ونشكر بها السي رشيد الحكيم. وكما قال لي نشرها باش تسمعوها الناس، غنخليها لكم وغتشوفوها في الخال ديال القصيده. شوفوها، ماشي تقول لكم حفظوها، شوفوها، والناس ديال هاد الشيء هاد الملحون هذا حتى هما راه غادي يشوفوها. ونتمنى من الله يكمل العمل ديالو السي رشيد الحكيم ويكون لها لحن ويكون لها كذا وكذا وكذا. والسلام عليكم ورحمه الله.